حرصت نجمات الفن على الاحتفال بالكريسماس مع شجرة عيد الميلاد بجلسات التصوير التي اعتمدنا فيها على ألوان الأحمر والأسود، وما بين الأجواء العائلية والتقاط الصور التذكارية مع شجرة عيد الميلاد أو جلسات التصوير تنوعت الاحتفالات، حيث خضعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لثلاث جلسات تصوير للاحتفال بالكريسماس على طريقتها الخاصة، وكان أحدهم وهي تزين شجرة عيد الميلاد في جلسة تصوير مميزة. وعلقت هيفاء وهبي على جلسة التصوير عبر حسابها الشخصي على الانستغرام، مؤكدة أن عيد الميلاد قيد التحضير، تعليقا على تزيين الشجرة بنفسها. وفي جلسة تصوير ثانية تألقت الفنانة اللبنانية بإطلالة أنثوية بفستان قصير باللون الأحمر مكشوف الصدر والظهر ومن دون أكمام، وضعت فوقه سترة قصيرة من الصوف الناعم، واعتمدت في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمالها. وشاركت الفنانة اللبنانية إليسا جمهورها صور من جلسة تصوير جديدة احتفالا بالكريسماس، إلى أنها على العكس من أغلب النجمات التي فضلن اللون الأحمر للاحتفال اختارت اللون الأسود والأبيض معا في إطلالة أنيقة. واعتمدت إطلالة إليسا على فستان بأكمام طويلة شفاف ليوضح البطانة الموجودة أسفله وبشق جانبي كشف عن ساقها، مع قطعة من الفرو باللون الأبيض عند منطقة الصدر. وفي الوقت نفسه اعتمدت الفنانة اللبنانية كارول سماحة على اللون الأسود أيضا لجلسة التصوير للاحتفال بعيد الميلاد وأعياد الكريسماس، واعتمدت إطلالة كارول سماحة على فستان قصير من اللون الأسود وعلقت عليها قائلة: الحب والسلام والفرح. أما الجميلة نسرين طافش فجاء مميزا بعد أن مازحت الجمهور بالتقاط الصور لها من جانب شجرة عيد الميلاد وهي ملتفة بأسلاك الأنوار، وعلقت عليها قائلة: فرايداي فان داي، لما بتقرر تحط زينة الشجرة مع ناس بيقدروك كتير ويقرروا يزينوك بدل الشجر. واعتمدت الفنانة رانيا يوسف على جلسة تصوير مثيرة نشرت صورها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستغرام، حيث اختارت فستانا من اللون الأحمر بفتحة ساق طويلة. وظهرت الجميلة مريهان حسين وهي ترتدي رداء من اللون الأحمر يعلوه الفرو وممسكة بيديها فانوس باللون الأحمر بجانب شجرة عيد الميلاد التي زينتها بنفسها. وظهرت الجميلة مريم فارس مع بابا نويل، وظهرت في صور أخرى مع عائلاتها في الكريسماس وهي تمازحهم. إن أعجبك الفيديو برجاء الاشتراك في حساباتنا على السوشيال ميديا باسم خبر طازة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل إشعارات الأخبار الجديدة.